بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله مع بعض في فيديو جديد، وهنشوف هنعمل ايه او هنخزن ازاي قشر السفندي، او هيفضل معاكي تاكلي منه سنة كاملة ان شاء الله. يعني هيقعد معاكي وقت طويل جدا جدا جدا، ممكن سنة ممكن اتنين هتاكلي منه. انا بعد ما جبت كده قشر السفندي وقطعته، تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل فيه ايه. بس قبل ما ندخل في الفيديو هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل ايه بقشر السفندي النهارده. مش قشر السفندي ده انا بخليه، بغسله زي ما انتم شايفين كده، بنضفه كويس قوي، وبغسله وبصفيه. هنشوف بقى الفيديو بتاعنا دلوقتي، هنشوف هنعمل ايه. بجيب قشر السفندي كده وبقطعه زي ما انتم شايفين كده. مش هقعد اقول لك بقى كنز في بيتك واعمليه مش عارفه ايه، واعملي بيه صابون واعملي بيه حاجات من دي. انا هوريكي دلوقتي هتعملي بيه ايه، وكمان هيقعد معاكي بالسنه بحالها تاكلي منه، وبيقعد كمان اكتر من سنه. هنقطعه كده كله زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. قطعيه بقى على يعني 4/4 كده، قطعيه بايديكي عادي، بس انا بحب اقطعه كده بيبقى مساوي اكتر، وبيبقى شكله حلو. هقطع بقى كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي زي ما انتوا شايفين كده، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل بيه ايه. اهو شايفين بيبقى معانا بالشكل ده. بعد ما جبت قشر السفندي او البرتقان، اي قشر عندك، ليمون، برتقان، عندك خيار، عندك اي حاجة، وكمان لو عندك قرنبيط مثلا مقطعاه، وتفضل منه شوية كده. احنا مش بنرمي اي حاجة، بس كل الحاجات دي هتبقى معاكي سنة كاملة تاكلي فيها ان شاء الله. بس خليكي متابعة الفيديو للاخر وما تبخلوش عليا باللايك. واللي مش مشترك عندي في القناة يا ريت يشترك ويفعل الرن علشان يوصلوا منه كل جديد. واللي اول مرة يشوف قناتي، انا قناة اسرار الطبخ مع رحمة، يا ريت يعمل لي متابعة واشتراك ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله. بعد بقى ما نضفنا السفندي وكده زي ما قلت لكم قطعناه، هنركنه كده على جنب. انا عندي طبعا هنا المش ده، انتوا كلكم عارفين طبعا المش يعني ايه. انا عاملاه عندي في البيت عشان ما اشتريش اي حاجه من بره. مظبطاه كده وحاطه فيه شطه، وحاطه فيه كان فيه جبنه قديمه، بس بصراحه الحاجه غليت دلوقتي، فقلت بدل ما احط فيه جبنه قديمه وكده مش هقدر اشتريها. انا هبدا احط بقى قشر السفندي وقشر البرتقال، والحاجات اللي بتتبقى عندي. فهنسمي الله كده وننزل بكل قشر السفندي بتاعنا، وقشر البرتقال زي ما انتوا شايفين اهو. هديله بقى تقليبه حلوه. بعد ما حطيت كل كميه قشر البرتقال والسفندي اللي عندي في البيت، انا مش برميه، انا باخده كده من الولاد اول ما بياكلوا السفندي او البرتقال اقول لهم خرجوا القشر سليم ونضيف، وشيلوه بقى في طبق كده. بعد كده بغسله وبقطعه زي ما انتوا شايفين، وببدا احطه في المش زي ما انتوا شايفينه كده اهو. حاطه بقى في المش ده شطه، وحاطه فيه مرته لو تعرفوها، المرته اللي هي بتاعت الفلاحين دي، بحمرها قوي وبعد كده بحطها. بعد كده ان شاء الله لو حابين اعمل لكم فيديو عن طريقه عمل المش ازاي، ان شاء الله اعملها لكم باذن الله. بس كده هبدا اقلب كل قشر البرتقال والسفندي بتاعنا. اي بس كده هبدا بقى اخليه المش كله يغطيه زي ما انتوا شايفينه كده اهو. طبعا لو في بقى قرنبيط، في عندك خيار، حاجات من دي برضو بحطها في المش، واقلب برضو كده تقليبه حلوه. بس كده. وبشيله عندي بقى في برطمان بيقعد عندي سنة كاملة أو سنتين. وبعد كده بطلع منه بقى الولاد بياكلوا منه، بيبقى جميل جدا. هوريكم بقى عندي شكله ايه اهو. بيكون بالشكل ده، شايفين جميل جدا، والخيار بيكون مقرمش وحلو قوي. هقطعه معاكم دلوقتي.
ده كان عندي، بس انا حبيت اوريكم شكله عامل ازاي. شايفين اهو، بيبقى طعمه جميل جدا، والخيار مقرمش زي ما انتوا شايفين كده. وقشر السفندي اهو طيب معانا وجميل، هوريهولكوا هو كمان. تاكلي منه بقى سنة كاملة، وبصراحة بيبقى طعمه لذيذ جدا. جربوا بقى الفيديو ده النهاردة وتشجعي كده، وقومي اعملي بقى كل حاجة في البيت، والله العظيم حلوة قوي. وطعم السفندي وطعم الليمون والحاجات دي، شايفين الليمون حتى مقطعاه كده 4/4 وحدفاه برضو في المش، بيبقى طعمه حلو جدا. اهم حاجة يكون المش بتاعك نظيف، ويكون طعمه حلو كده ويعني مظبوط في الحدق بتاعه، بيخلي لك اي حاجة بقى تحدفيها فيه بيخلي طعمها حلو جدا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى من كل مش مشترك عندي في القناة يشترك ويفعل الرنة علشان يوصلكم مني كل جديد، واسيبكم في امان الله.